بس برضه رجعت قلت لأ، الكورس ده هيحرمني من حاجة مهمة جدا، وهي وجهات النظر المختلفة. الطريقة دي بالنسبة لي هي ال70%. ونيجي بقى لليه أنا خليتها 70%. مبروك عليك، بقيت بتعرف تعمل 70% من الحاجة اللي أنت كنت عاوز تتعلمها. السلام عليكم. ازيك يا زعيم، عامل ايه؟ ده أول فيديو في 70%. يعني دلوقتي الفيديو ده أنا عامله نوعا ما كنوع من أنواع قعدة شاي كده، حتى أنا أعمل كوباية شاي. يعني ممكن تعمل كوباية شاي وتيجي تشوف معايا. بس في الفيديو ده هنتكلم عن ليه 70%، ليه مش 80% أو 90 أو حتى 100%. وعلشان نجاوب على السؤال ده خلينا ناخد رحلة سريعة كده في حياتي اللي فاتت. أنا زي أي حد كنت طفل فضولي جدا، بحب أكتشف كل حاجة حواليا. بس المشكلة إن أنا كانت تربيتي منغلقة شوية. يعني كنت بقضي معظم يومي جوه البيت. المكان الوحيد اللي كنت فعلا بطلع بره البيت بروحه هو المكتب. هناك بقى كنت بدأت أتعلم وأكتشف شوية العالم اللي بره البيت. ويعني أول حاجة اكتشفتها هي إن أنا مبحبش أتعلم، أو عشان أكون دقيق يعني أنا مبحبش أتعلم حاجة غصب عني. بعد كده دخلت المدرسة، اتعرفت هناك على أصحاب، والحاجة اللي لاحظتها هو إن دايما الناس التانية اللي بتعرف عليها بيكونوا مختلفين عني، بيكونوا تفكيرهم مختلف عن تفكيري، بيكونوا اتعلموا حاجات مختلفة عني، بيكونوا نوعا ما بيعرفوا يعملوا حاجات أنا ما بعرفش أعملها، وأنا بعرف أعمل حاجات هم ما بيعرفوش يعملوها. ودي كانت أول فرصة إن أنا أبدأ أتعلم حاجات غير اللي أنا أعرفها في البيت، أو غير الحاجات اللي أنا اتعلمتها أو اللي بمارسها بشكل يومي تقريبا في بيتي. وطبعا كلنا عارفين أنت في مدرسة حكومة بتتعلم سلبيات أكتر بكتير من الإيجابيات. ولكن كنت محظوظ يعني الحمد لله إن عندي أخ أكبر مني، اخويا الكبير دكتور محمد، وجهني للصح. بيقول لي لا، الحاجات اللي انت بتتعلمها دي لا، بلاش، خليك في كذا. اول حاجه واكتر حاجه يعني هو كان مركز عليها من وانا صغير هو ان انا اتعلم التعليم الاكاديمي، خصوصا الانجليزي، وان الكوكب كله اللغه الاولى فيه دلوقتي للاسف يعني هي اللغه الانجليزيه. فقال لي ايه رايك تتعلم الانجليزي علشان تعرف تتكلم مع ناس مختلفه اكتر عن اصحابك، يعني اصحابك اللي هم مختلفين عنك، اللي في دايره 10 دقائق بعيد عن بيتك مختلفين عنك. فتخيل لو في حد مولود في بلد تانية أو حتى مولود في قارة تانية هيكون مختلف عنك قد إيه. ففي الفترة دي بدأت أتعلم إنجليزي كويس، وبدأت إن أنا أتعلم القواعد وأركز أوي مع الإنجليزي يعني، وأحاول أتعلمه. بداية دخولي فترة إعدادي كده جالي كمبيوتر شخصي خاص بيا. المهم يا سيدي بقى، أول حاجة عملتها على الكمبيوتر هو إن أنا نزلت بيس 2010 وقعدت ألعب بيس 2010. طبعا كان نفسي اتعلم حاجات جديده وكده واطور من نفسي، ولكن يعني في فتره اعدادي ما مستني ايه يعني. بس بعد شويه بدات اركز تاني ان انا لا عاوز اتعلم. في الفتره دي بدات اتفرج على حاجات اجنبيه كتير بقى، سواء افلام اجنبيه سواء فيديوز اجنبيه. طبعا كنت بتفرج عليها بترجمه لان ما كنتش لسه قادر ان انا اتكلم انجليزي 100%. ولكن ده كان حاجه كويسه جدا، انت بتتعلم 3 حاجات في نفس الوقت. الأولى هو إنك بتتعلم لغة جديدة، مصطلحات جديدة، كلمات جديدة اللي هي الإنجليزي مثلا. تتعلم حاجة جديدة، أنا كنت بتعلم مهارات معينة مثلا كنت بحبها، بحب فيديوز الدي أي واي قوي. تالت حاجة بتتعلم ثقافة مختلفة، الشخص اللي بيتكلم ده طريقته في الهزار وطريقته في الكلام وتعبيراته والأمثلة اللي بيضربها هي مختلفة عني كتير. ودي كانت حاجة بتضيف لي جدا. وأهم حاجة إيجابية اتعلمتها من الثقافة الأجنبية أو الغربية بشكل عام، الناس بره مهتمين جدا بالعلم، مهتمين جدا بالتعلم بشكل عام، مش بالعلم اللي هو العلم بس. يعني الناس بتحب تساعد بعضها، عاملين كوميونيتيز، عاملين شانلز على يوتيوب عليها ملايين المشاهدين والمتابعين من العالم كله. الناس مهتمة ان هي تعلم بعضها ببلاش تقريبا يعني. في كورسات مدفوعة وهنتكلم عن النقطة دي بعدين، ولكن في كونتنت كتير قوي مجاني. الناس بتساعد بعضها ان هم يتطوروا. للاسف ما لقيتش ده عندنا في الوطن العربي قوي، غير في حاجات قليله. مثلا يعني الحد الوحيد اللي لقيته نوعا ما شبه الكونتنت ده بالمصري اللي هو باشمهندس احمد ابو زيد، قناه دروس اونلاين، غني عن التعريف طبعا. يعني ستيل برضو ما كانش بالدرجه اللي الاجانب وصلوا لها، ما كانش في كوميونتي معين الناس عاملاه مثلا ان هم يعلموا بعض حاجه. فكنت مضطر طبعا ان انا اتابع الكونتنت الاجنبي والكوميونيتيز الاجنبيه اللي هم لا يتوافقوا معايا بشكل كامل، لان انا من ثقافه تانية. فانا مثلا لو انا عاوز اسال حد عن ثانويه عامه، فانا مش هسال حد، مفيش كوميونتي معين بيتكلم عن ثانويه عامه ادخل اساله. مضطر ان انا اسال اصحابي مثلا اللي بيجوا معايا، او اسال حد اكبر مني او كده. لكن بره انت بيكون معاك عدد لا نهائي من الناس ممكن تسالهم ويردوا عليك، وكل واحد يديك خبرته وعادي يعني. ومع زياده ان انا اتعلم حاجات جديده والموضوع يدخل دماغي اكتر، هنا بدات تظهر مشكله عندي، وهي ان الكونتنت البريميوم المترتب اللي بره هو مش مجاني. اي نعم في كونتنت كتير مجاني، ولكن في كورسات اللي هي بتكون مترتبه ومنظمه دي بتبقى بمبالغ، والمبالغ دي هي مبالغ بالدولار. يعني مبالغ اصلا المفروض ان هي نوعا ما لمتوسط الدخل في الدول الاجنبيه اللي بتتعامل بالدولار، فما بالك حد بيتعامل بالجنيه المصري. الحاجات دي كانت شبه مستحيله بالنسبه لي ان انا اعملها. طبعا بما ان في كونتنت مجاني فانا ممكن اتعلم ببلاش، ولكن تيجي المشكله في ان الكونتنت المجاني ده
هو مش كامل ومش منظم بشكل كويس يساعدك على انك تتعلم بسرعه. موجود ناس مختلفة بتشرح كونتنت مختلف عن بعضه، كل مصدر طبعا ليه طريقته في التطبيق وطريقته في الشرح وطريقته في تنظيم الحاجات، وده خلاني مشتت نوعا ما، بتعلم الحاجة الواحدة من كذا منظور وبكذا طريقة، ومش عارف اعمل ايه بقى. يعني تقف كده في النص بتلاقي ان الموضوع بقى اصعب عليك اصلا، لدرجه ان رجعت فكرت اخد كورسات تاني، وده حاجه من منطقيه بقى، لان الكورس هو شيء منظم ومرتب، مش بيحصل فيه المشاكل دي. I've got an idea. بس برضه رجعت قلت لأ، الكورس ده هيحرمني من حاجة مهمة جدا، وهي وجهات النظر المختلفة، وهي إن أنت تتعلم حاجة من منظور كذا شخص. بما إن كل شخص مرتب الحاجة بطريقته الشخصية وبأفكاره الشخصية، فده بيبني لك نوعا ما تنوع من الأفكار ومن الطرق ومن التريكس اللي ممكن تتعلمها وتستخدمها في إنك تطبق الحاجة دي بشكل أسرع. أنا وأنت بنعرف نعمل حاجة واحدة ولكن بنعملها بشكل مختلف، في نقطة بالنسبة لي سهلة، في نقطة بالنسبة لك سهلة. فلو حد تالت بيتعلم مننا احنا الاثنين، هيتعلم السهل مني ويتعلم السهل منك، وهيطلع بحاجه ان هو بيعرف يعمل الاثنين بسهوله. وهنا بدات اطلع بالحل. الحل بالنسبه لي كان ان انا اخترع طريقه خاصه بيا لترتيب الحاجات الكتير المتلخبطه اللي انا بتعلمها، وارتبها بحيث ان انا اوصل لطريقه تكون مناسبه مع طريقتي وتفكيري ودماغي الشخصي ان انا اتعلم حاجه جديده. الطريقة دي بالنسبة لي هي ال70%. ونيجي بقى لليه أنا خليتها 70%. تقدر تقول إن أنا قسمتها 70، وهي المعلومات اللي أنت هتتعلمها اللي هتخليك تقدر تنفذ الموضوع تقريبا بشكل مقبول جدا جدا من غير ما يكون فيه عيوب كبيرة. وال30% الباقيين هي المهارات اللي هتحولك من شخص بيعمل الحاجة دي بشكل مقبول أو بشكل 7/10 لشخص بروفيشنال بيعمل الحاجة دي 9/10 أو 9.5/10. 7/10 دي خرجتك من مرحلة شخص مبتدئ ما يعرفش حاجة عن الموضوع لشخص بيعرف يعمل الموضوع ده بشكل كويس جدا. وصدقني ال7/10 دي سهلة جدا إنك تتعلمها في أي حاجة في الدنيا. طيب نيجي بقى لخطوات تطبيق ال70% دي. بص، أي حاجة أنت عاوز تتعلمها هي أنا بقسمها ل3 حاجات رئيسية. أول حاجة بسميها مرحلة البري، ودي الأساسيات والأفكار الأولية للموضوع اللي أنا عاوز أتعلمه، ولو ليه أساسيات قبل كده هحاول أتعلمها برضه. تاني حاجة الديورنج، ودي المرحلة اللي أنت بتتعلم فيها الحاجة نفسها من مصادر متنوعة زي ما اتكلمنا قبل كده، ومن أشخاص مختلفين بوجهات نظر مختلفة. بعد كده مرحلة الأفتر، وهي إنك بتدمج بقى الأفكار والحاجات المختلفة اللي انت خدتها دي في انك تخترع لنفسك طريقة معينة بتعرف تنفذ بيها الموضوع ده بسهولة كبيرة جدا بالنسبة ليك انت وبس. يا سيدي انت بقيت بتعرف تعمل 70% من الحاجة اللي انت عاوز تتعلمها وبسرعة كبيرة جدا، وجاهز بقى تطبق وتوصل لل100% من المهارات وتكون شخص بروفيشنال بتطبيقك لل70% دول. وعشان ما يكونش الموضوع نظري 100%، خلينا دلوقتي ندي مثال بسيط عن ازاي ممكن اتعلم بطريقة ال70% حاجة زي الجرافيك ديزاين مثلا او فوتوشوب. انت ممكن تكون بتسمع عن الموضوع بس مش عارف ايه هو فوتوشوب ده، مش عارف مجالاته او كده، وده هيجيبنا لاول نقطه وهي مرحله البري. انت محتاج الاول تعرف انت عاوز تتعلم فوتوشوب ليه، ايه الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها من فوتوشوب. هل عاوز تتعلم الجرافيك ديزاين؟ هل عاوز تبقى سوشيال ميديا ديزاينر مثلا؟ هل انت عاوز تعمل اديت على صور معينه بس ليك او كده؟ هل اصلا انت مش عايز تتعلم فوتوشوب ولكن انت مثلا عاوز تتعلم الستريتور مثلا عشان تعمل حاجه معينه في دماغك؟ انت اصلا ممكن ما تكونش محتاج فوتوشوب ده. عشان كده مرحله البري مهمه جدا، وهي انك تعمل سيرش عن الموضوع اللي انت عاوز تتعلمه ده وتحدد هل في حاجه قبله اتعلمها ولا هو ده بس. بعد ما عملت السيرش بتاعك اكتشفت ان انت عاوز تتعلم السوشيال ميديا ديزاين، انت خلصت مرحله البري بتاعك، تبدا بقى نزل فوتوشوب وشوف التولز بتاعت فوتوشوب. ولكن نصيحتي ليك في المرحله دي انك تحاول تشوف شخص يكون اتكلم على التولز كلها مره واحده وتتعلمهم من الاول مره واحده، وبعدين تبدا تشوف حد تاني بيتكلم عنهم لو احتاج. ولكن ما تلخبطش نفسك قوي في الاساسيات، حاول ان الاساسيات تكون بتاخدها من شخص او من شخصين بالكتير. امال الخبط نفسي امتى؟ ابدا اشوف اشخاص متنوعه امتى؟ لما تبدا مرحله التطبيق. بعد ما انت اتعلمت الاساسيات بقى تبدا تطبق في ديزاينز بسيطه وسهله. اللحظه دي ممكن تبدا تشوف اشخاص مختلفين، حد مختلف بيشرح ديزاين مختلف هتلاقيه اثناء تطبيقه للديزاين ده بيشرحوا غير الشخص التاني اللي بيطبق ديزاين تاني، بيعملوا ديزاينز بشكل مختلف عن بعض. هنا بقى تبدأ مرحلة انك تجمع بقى الحاجات دي وترتبها لنفسك وتشوف اوكي الشخص ده والشخص ده عملوا نفس الحاجة بالظبط، طلعت نفس الشكل، بس ده عملها بشكل او بطريقة وده عملها بطريقة تانية. جمع بقى انت الطريقتين دول وشوف انهي اسهل بالنسبه لك، انهي هتعرف تفتكرها بعد كده بسهوله، وهي دي اللي هتشتغل بيها. بعد كده مرحله الافتر هنا هي هتكون انك تعمل ديزاين من الصفر بدماغك. طلع انت الفكره، هتفتح فوتوشوب، هتحاول تطبق الديزاين ده، ولو قابلك اي مشكله هترجع للمرحله اللي قبلها تاني لحد ما تتعلم. ومبروك عليك، بقيت بتعرف تعمل 70% من الحاجه اللي انت كنت عاوز تتعلمها وبسرعه كبيره جدا. على فكره هتتفاجئ
من سرعه انك تتعلم حاجه جديده بالطريقه دي. يعني انا اتعلمت فوتوشوب واتعلمت ان انا اعمل ديزاينات فوتو مانيبيوليشن صعبه جدا. الموضوع ما خدش مني شهر على بعضه، لا فعلا ما خدش مني شهر مع الدراسه كمان. يعني انا بعمله مش متفرغ للموضوع، لا انا شهر مع الدراسه مع الامتحانات مع الحاجات دي كنت قادر ان انا اتعلم الديزاينز بالشكل اللي انت شايفه ده. وفي الاخر اتمنى تكون الصوره وضحت ليه البرنامج ده انا مسميه 70%، واشمعنى 70%. في الفيديوهات الجايه هشرح مواضيع كتير مختلفه بتتبنى فكره 70% وازاي تتعلم الحاجات دي بال 70% دي. المهم، حسيت انك مقتنع؟ طيب اتبسطت بالفيديو؟ يعني اتمنى تكون قلت ايوه. دلوقتي احنا عاوزين نبني كوميونتي زي الكوميونتي الاجنبيه اللي اتكلمت معاك عنها. عاوزين نجمع ناس تكون حابه ان هي تتعلم وحابه ان هي تفيد بعضها بالطريقه اللي انت بتشوفها اكيد في المجتمعات الاجنبيه دي. وعلشان نعمل كده وتلاقي ناس شبهي وشبهك، فانا محتاج منك انك تكون واقف معايا. اعمل لايك للفيديو لو تعرف تشيره مع حد يكون برضو مهتم بنفس الحاجات دي. واخر حاجه، لو انت في حاجه معينه عاوز تتعلمها يعني يا ريت تقول لي في الكومنتس، لو اقدر اساعدك فيها يعني هبقى مبسوط جدا صدقني. يلا بقى اشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.